أهلا بيكم في تحليل جديد من أبو عمر كورة عالمية، والنهاردة هنتكلم عن أزمة النادي الأهلي. مفيش مرتبات ولا مكافآت إلا لما الأهلي يرجع. كلام حاسم من سيد عبد الحفيظ للاعيبة. طيب إيه اللي وصل سيد عبد الحفيظ للدرجة دي من الغضب؟ تعالوا نشوف الحكاية. تصريحاته نزلت زي الصعقة بالظبط وكسرت تماما صورته الهادية اللي متعودين عليها. بس الانفجار ده ما كانش من فراغ، لا، ده كان رد فعل الأزمة كبيرة في القلعة الحمراء. تخيلوا في آخر 12 ماتش في الدوري النادي الأهلي اتعادل في 6 منهم. يعني نص الماتشات بتضيع في تعادلات، ودي من أسوأ بدايات الأهلي في تاريخه الحديث. والمشكلة ما كانتش مجرد أرقام، المشكلة الأعمق إن هوية الفريق نفسها كانت ضايعة في الملعب. عبد الحفيظ شاف إن الأزمة مش فنية خالص، دي أزمة روح التيشيرت الأحمر. وهنا عمل مقارنة توجع قوي بين رجالة زمان اللي بتبكي بعد تعادل ولاعيبة دلوقتي. المشكلة في لعيبة بتضحك وتتصور بعد التعادل كأنه إنجاز، وده انفصال تام عن الجماهير. يعني المشكلة مش فنية، المشكلة أزمة انتماء. اللعيبة بتبص على عقودها مش على النادي. وعشان كده عبد الحفيظ أعلنها صريحة، دي بداية ثورة تصحيح عشان مبادئ النادي ترجع. الرسالة كانت واضحة، الأهلي محتاج رجالة بجد، دم بيغلي، مش مجرد أسماء كبيرة وخلاص. والإنذار كان مباشر، يا تحسوا بقيمة التيشيرت يا إما الباب يفوت جمل. هو تفكرهم إن الأهلي ده كيان وتاريخ، مش مجرد شغلانة بمرتب آخر الشهر. طيب ليه الموضوع كبير للدرجة دي؟ لأن اللي في خطر أكبر بكتير من مجرد بطولة. اللي في خطر هي هيبة النادي، الخوف اللي كان بيعمله لأي منافس قبل الماتش. وخسارة الهيبة دي بصراحة كارثة أكبر من خسارة أي بطولة أو أي ماتش. والجملة دي لخصت كل حاجة. كيان أتبنى بالعرق والدم مش هيضيع بسبب شوية لا مبالاة. طيب هل دي بداية ثورة تصحيح حقيقية؟ الكلام اتقال والماتشات الجاية هي اللي هترد.